اسمك ايه يا ماما؟ ام محمود. انت ايه رايك في الانتخابات يا ام محمود؟ والدنيا ماشيه ازاي؟ حد قال لك حاجه؟ حد قال لك خدي فلوس وانتخب الفلان؟ لا. انت انتخبت مين؟ محمد مين؟ محمود. محمد حمود. اه طب وريني الصباع كده بتاع الانتخابات. انتخبت مين تاني بقى معلش؟ محمد حمودة. اه طب ايه رايك فيه هو كمرشح؟ شايف ان هو ده الانسب من المرشحين كلهم؟ ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله. ماشي شكرا. ازيك يا عم الحاج؟ انت عامل ايه؟ ايه رايك في الانتخابات؟ نعمة من ربنا. يا رب والله امين. ايام حلوة. ايه الاخبار؟ الاخبار حلوة ان شاء الله. حد اثر عليك قال لك انتخب فلان وخد كذا؟ لا مفيش حدث زي كده. انت جاي من بيتك مقرر انت عاوز ايه؟ ربنا بس صح؟ يكرمنا ويكرم رئيسنا. يا رب اللهم امين. الحلوة كلها. بقول لك انت جاي من البيت مقرر انت هتنتخب حد معين في دماغك صح؟ من غير ما حد يقول لك بقى انتخب فلان او علان. لا ده كان زمان الحدث. كان زمان. طيب بالنسبه للتعاون الشرطه والجيش معاك انا شايف ان هم متعاونين قوي بصراحه يعني. يعني ما شفناش حدث زي كده ابدا في حياتنا. وجايبين كراسي للناس كبيره هيت ومظبطين الامور بصراحه يعني. يكرمهم جميعا يا رب. ويجعلهم بكل خطوه سلامه. لو رساله تقولها للشباب اللي قاعد في بيته ومش راضي ينزل ينتخب تقول له ايه؟ لا يا حرام، عامل ضميرك. عامل ضميرك. ماشي. انزل. تمام. انزل. شكرا. ايه رايك في الانتخابات يا ام؟ حلوه كويسه جدا. حد ضايقك؟ حد لا والله احسن ناس حد اثر عليكي؟ لا ما فيش حد كلمني خالص ولا حد جه جنبي. وتنظيم العمليه الانتخابيه كانت سهله؟ سهله في منتهى الجمال. بس انا مش قادره افضل. ماشي اتفضل.